كلمة الحدود انا شخصيا لما بسمعها بحس ان هي فيها حتة قساوة، ان انا اخلي حد اقوله الزم حدودك او انتي تعديتي حدودك. عايزة اعرف مفهوم الحدود اصلا ايه، وليه بنخاف ان احنا نحط حدود للناس اللي بنتعامل معاها؟ بصي لولو، هو ان انا اقول لحد الزم حدودك او اقول له انت لازم تحافظ على حدودك معايا، هي دي حاجه ما بتتقالش، ده تكنيك بيتعمل. يعني مش المفروض اقول؟ لا، مش المفروض نقول. هو الحدود، عارفه لما بنرسم خط فاصل منقط كده عشان نفصل بين حاجتين، فانا هي الخط الفاصل ما بين اللي بيعجبني واللي بيزعجني، الخط الفاصل ما بين اللي بقبله واللي برفضه. مين اللي عارف ده؟ انا. يبقى بالتالي انا لازم طريقتي تبقى موحده في التعامل مع الناس كلها، عشان يبقى معروف انه ليليان عمرها ما هتوافق على ده. المعلومه دي عندي وعند فلان وعند فلانه وعند فلان، عشان احنا كلنا عارفين ليليان. معروف انه سلمى ممكن تقبل بكذا، فكل القريبين منها عارفين ليه، عشان هي مش بتكيل بمكيالين، هي عندها الحدود واضحه وصريحه وبتتقال انا ما بحبش ده او انا بحب ده، انا هقبل ده، انا هرفض ده. انا بعرف اقول لا، لانه دي مشكله كبيره جدا عند ناس كتير. صعب ان انا ارفض لحد طلب، في حين ان ده ممكن يبقى بيستنزفني جدا وبيخلص طاقتي جدا وبيجي على صحتي وبيعمل لي نوع من انواع الاحتراق. فطالما انا حدودي واحده وواضحه واتقالت بوضوح، مش بكلمه دي حدودي او الزم حدودك او كده، اتقالت بالشيء نفسه، بما اقبله وما ارفضه، اذا خلاص الموضوع بقى كلير انف. بس سلمى، انا بحس انه العلاقات، نوع العلاقه بيني وبينك غير علاقتي بيني وبين حد تاني او تالت، فبحس انه حته الحدود دي مش هينفع تكون موحده، لان هتختلف من دايره لدايره، هتختلف بالظبط من شخص للتاني. فاللي انت بتقوليه ده انه لو الناس كلها عرفوا انه ليليان الحته دي محدش يجي عندها، لا، ما ممكن على فكره ناس تانية يبقى ليها معامله خاصه. ما هي هتختلف من دايره لدايره ابعد، لكن لو انا وانتي في نفس الدايره ومعانا 2 3، اعتقد هنبقى كلنا على نفس المستوى، على نفس الدرايه بالنوع ده من الحدود. ومش معنى انه شخص قريب مني قوي هبقى شايله الحدود ما بيني وما بينه. في حدود مسموحه، حدود بتزود قيمه العلاقه ما بيننا، مش بتضعفها. طب هي يعني ايه شكل الحاجه اللي بتقولي انه دي المفروض تبقى انا حاطه فيها حدود؟ يعني ايه شكل، ايه نوع المواقف مثلا او التصرفات اللي انا المفروض ابقى الحدود اللي انا حطاها لنفسي واضحه للناس اللي بتتعامل معايا؟ يعني مش عشان احنا قريبين من بعض فممكن اهزر معاكي بتجاوز لفظي. الحدود انواع، في حدود جسديه وفي حدود لفظيه وفي حدود زمنيه. يعني الحدود الجسديه مش من حق اي حد ان هو واحنا بنتكلم يلمسني. مش من حق اي حد ان هو واحنا قاعدين جنب بعض فعلا ومتناقش في حاجه عشان انتبه، ما هو انا سامعاك، ليه لازم؟ طب ولما تحصل حاجه زي دي انا المفروض الرياكت ازاي؟ هجيب نفسي على كده شويه، هدي رياكشن بعناية انه لا، انه لازم اوضح ان ده مرفوض. طب لو ما تفهمش، معلش انا مش بحب حد يلمسني واحنا بنتكلم. طب معلش بقى في الحته دي، اوقات كتيره احنا بنخاف نقول لا طبعا، واوقات كتيره بنخاف نصد حد علشان ما نزعلوش، بالذات مثلا لو انا ومعايا المدير بتاعي وجي مثلا مسكني او اتعامل معايا بطريقه، ده المدير، فانا هتحرج اصلا منه ان انا اقوله لا ما تمسكنيش كده. وممكن مثلا تبقى بنت داخله في علاقه جديده مع ولد وخايفه تخسره، فتخاف تقول له لا على حاجه لحسن يطفش مثلا. فازاي اعرف اقول لا من غير ما اخسر الشخص؟ اولا لازم اللا تكون بطريقه مهذبه ومقبوله بالنسبه للطرف الثاني، مش فيها اهانه او فيها اساءه او فيها اي حاجه. لو انا عارفه انك ما تقصدش كذا او مش قصدك حاجه وحشه، بس انا بتضايق من ده، اللي هو بحرجه بالذوق يعني. بالذوق بالظبط. لانه ممكن على فكره المعنى يوصل بنظره، بس في ناس مش هتفهم النظره، في ناس يعني شويه ما بتبقاش السنسور ده عندها شغال يعني. فالنظره تحل الموضوع في الاول. لو لا انه عارف تخليه حد بيعمل لك كده، فانت تبصي له وهتبصي للمكان اللي لمسه، خلاص اعتقد انت هتوصل لك الشكل ده كويس قوي، هتفهميه كويس قوي.
بس ممكن غيرك ما يفهمهوش، فهبقى مضطره ان انا اقوله ببقي. طيب حته التعود، ممكن لو انا في الشغل وما تعودتش اقول لا، يفضل يعني مثلا مديري او مديرتي خلاص اتعودت انه انا اي حاجه هتديهاني انا هعملها ومش هقول لا، وده نوع من انواع اثبات الكفاءه عندي، مثلا ان انا عايزه اقول ان انا جامده، فهفضل اخد ومش عارفه اقول لا، مش عارفه يعني محرجه، اتصرف ازاي وقتها؟ دي سمه من سمات الستات، انه انا كل ما عطائي بيزيد، كل ما بينت قد ايه انا فايتر وهعرف اعمل كل الحاجات اللي بتطلب مني، كل ما انا هكتسب قيمه اكبر عند الطرف التاني وهيبقى ليا كريدت. صح. طيب تخيلي بقى لو انتي في مره واحده قلتي لا، دمرتي بيها كل تاريخك. يعني انت عماله تبني بالظبط مع حد في علاقه فيها استنزاف. اذا انا في مره واحده لقيت نفسي مش قادره، فقلت لا او اعتذرت حتى لو بطريقه مؤدبه، لغت كل تاريخي. هل كده انا اللي غلطانه؟ مش المفروض ان انا اللي غلطانه، مش المفروض ان انا اللي غلطانه، ان انا اللي غلطانه، بس انت هتتحملي الغلط. بس اذا الطرف التاني ما احترمش ده، دي لمبه كبيره قوي تنور في وشي، انه انا اللي كنت غلط من الاول. انا بنيت كتير قوي في حته مش مظبوطه، بنيت في غير ملكي، ما عملتش العلاقه السليمه، وحطيت عطاءاتي الكتيره اللي انا بعملها اكتر من طاقتي في المكان المظبوط. فطبيعي مع موقف زي ده اكبر بقى بيرنينج اوت يحصل لي. ده انا ايه ده؟ انا معقوله من مره قلت لا او رفضت تاسك او عملت حاجه او ما عملتهاش على اكمل وجه او غلطت غلطه؟ ايوه عادي، ما احنا بنغلط. كل تاريخي يضيع؟ اكيد دي مش حاجه اصل انا بقولك كده يا سلمى، لان انا شخصيا حصل معايا انه مثلا في الشغل اتطلب مني حاجه عملتها، التانية عملتها، التالتة عملتها، وبعدين اكتشفت ان انا اصلا الجوب ديسكريبشن بتاعي او الحاجات اللي مطلوبه مني لا يحتمل كل ده. لا، هو ما فيش الكلام ده يعني. فاللي هو احساس الشخص اللي فوقيكي انه انتي حد بيخلص او حد منجز، ومن الاول انا ما حطيتش الحدود انه انا لحد هنا انا هشتغل، بعد كده لا، فبقيت انا في الاخر يعني بتضغط. وحته ان انا احط حدود برضو من الاول، بحس انه كاني بقول انه انا لا، انا عايشه بقى بالشوكه والسكينه وهيبقى منظري وحش. عارفه مين دلوقتي بيعرف يحط حدود كويسه جدا من داي 1 في اي مكان؟ الجين زي، الجينيريشن الجديد، بارعين في ان هم يحطوا حدود لنفسهم ويلتزموا بيها، ويجبروكي على الالتزام بيها من منطلق انه لا دي مش بتاعتي، او انا ليا حياه تانية يا جماعه بره الشغل. هو انا حياتي كلها شغل؟ طب هل ده علشان الجيل ده يعني اتعلم حاجه احنا ما اتعلمناهاش؟ طبعا عنده وعي اكبر من اللي كان عندنا، من اللي جيلنا كان فيه بكتير. ورغم ان انا مثلا واحده من الناس بسمع الكلمه دي بتخض شويه، بس بحس انه بس صح يعني. شويه بتاخد من كلمه انه لا، ما هو انا ما ينفعش تفاجئيني، ما بحبش الشورت نوتس. دي اكتر حاجه ممكن تسمعيها دلوقتي. ما بحبش الشورت نوتس، لازم ابقى عامله حسابي ثانيه ابص على السكادجول بتاعي. بتبقي تقولي سكادجول مين؟ سكادجول ايه؟ وانت طلعتي من البيضه اصلا. بس لا، ده عندهم حق. عايزه قبل ما نخلص، عايزه اعرف منك يا سلمى نقاط عمليه ان انا ازاي احط الحدود من غير ما اضايق اللي قدامي. اعمل ايه؟ 1 2 3. اول حاجه ان انا اكون على درايه كامله بالحاجات اللي بقبلها والحاجات اللي مش بتتناسب معايا، بالحاجات اللي بحبها واللي مش بحبها، عشان انا لما اكون جوايا يقين بالمعلومات دي عن نفسي هعرف اعبر عنها كويس طبعا. لكن لو انا مهزوزه في ده ومش متاكده، ممكن اقبل حاجه واكتشف بعدها ان هي مش مناسباني، او ارفض حاجه واقول يا خساره يا ريتني عملتها، فاندم في وقت ما ينفعش فيه الندم. فدي نقطه مهمه جدا. تاني نقطه، اكون واضحه بكلامي مع الشخص. انا بعبر بالكلام مش بعبر بالاحساس بس. ايوه اوكي. فمش هعتمد ولا هراهن على سرعه بديهتك او انك لماحه وهتلقطيها من بعيد، ان انا لما حسستك بكذا انت خدتي بالك ان انت بتخترقي حدودي. لا، انا هقولها لك بوضوح، انا ما حبيتش كذا لما عملنا الموقف الفلاني، او ما حبيتش انك قلتي لي كذا قدام كده، بلاش نعمل كده تاني. مش معنى ان انا بقول كده او بقول لك كومنت سلبي يبقى انا بحرجك. انا ممكن ابقى بقول لك كده وانا بطبطب عليكي.
لان احنا قريبين. فاقول لك لا لولو انا اتضايقت قوي لما قلتي كده، فانتي بمنتهى السماحه عشان انتي كمان مش قصدك حاجه وحشه، هتاخدي بالك وهتلاقي الموضوع مشي بهدوء وبلطافه ما بين الطرفين، مش بحد جازز، مش بحديه. مش بحديه يعني. فدي تاني نقطه. تالت نقطه مهمه قوي، انه هعبر عن مشاعري اذا كنت ممتنه او اذا كنت متضايقه. ما ينفعش يبقى طول الوقت انا بقول بس اللي ازعجني، انا لازم اقول كمان اللي بسطني، الحاجات الكويسه، علشان الحدود فيها الاتنين. فانا هبقى عارفه ان انا لما احب اعمل لليليان حاجه حلوه هعمل لها كذا، ده جوه منطقتها هيبسطها. سلمى، هي ايه اصلا انواع الحدود اللي احنا المفروض نكون فاهمينها؟ بصي، عندنا 3 انواع رئيسيه كبيره من الحدود. حدود الجسديه اللي هي انا هسمح لك قد ايه تلمسي مني ايه، او اصلا مسموح لك تلمسي ولا لا. احنا دلوقتي بنعلم الاطفال كتير في القصه دي عن حدودهم الجسديه، بس احنا كمان ككبار لينا حدود. مش مطلوب ان انا بقى قاعده لازقه في حد لدرجه معينه، ممكن الموضوع ده يضايقني، قريبه بشكل مش مريحني. فالحدود دي من الحاجات الجسديه، من الحاجات اللي لازم نرسمها كويس ونكون واخدين بالنا قوي من تفاصيلها. في حدود عاطفيه، انا هتقبل منك ايه، مشاعري هتقبل منك ايه، او انت هتقبلي مني ايه. خلي بالك الحدود رسمتها بتساعد الطرفين، مش بتساعدني انا بس وانا بحط، انت كمان بتبقي مرتاحه، مفيش ريسك في تعاملاتنا. انا هتضايق ولا هبسط، انا هفهم الموقف ازاي، لا انت هتفهميه صح وانا هفهمه صح، لان احنا خلاص واضحين كفايه مع بعض. وفي حدود زمنيه، انا بديكي قد ايه من وقتي، ولا انت شافطه وقتي وبتخترقيني في اوقات انا مش جاهزه فيها. بس دي محرجه قوي. ما هو هي محرجه ان هي هعبر عنها ازاي. بس ببساطه لو انت حد بتجربي تكلميني كل يوم بعد الساعه 12 بالليل وانا ما بردش، هتعملي كده كم مره حتى لو انا صاحيه؟ اوكي خلاص يعني بانت. لا اصلي لو كلمتها في الوقت ده مش هترد. فاللي هو ممكن عشان انا مثلا مش قابله الميعاد ده اتعمد ان انا مش هرد في الميعاد ده. بالظبط. وممكن جدا تاني يوم هرجع ارد لك المكالمه واقول لك سوري كان الوقت اتاخر ونمت، مش انت غلطانه انك كلمتيني في الوقت ده. انا هقول لك الجمله في العموم انت طبيعي هتفهميها. بس دي حدود زمنيه المفروض نراعيها في تعاملاتنا مع الناس بشكل عام. لو انت عندك معلومات كافيه عني وقريبه مني كفايه، عارفه ان انا مثلا واحده شغلي كله بالليل وطول النهار ببقى نايمه، فانت عارفه انت اصلا لو كلمتيني الصبح مش هتلاقيني. فشفتي بالليل مثلا فهتلاقيني بالليل ارد عليكي. او العكس، انا حد في زي بقيه الناس الطبيعيه بصحى الصبح بدري بروح شغلي لحد وقت معين فبضطر انام بدري عشان بصحى تاني يوم بدري، فلما تكلميني متاخر اكيد مش هرد. فاحنا كده عندنا حدود جسديه وحدود عاطفيه وحدود زمنيه. اوكي.